إزاي اتنين يقعدوا مخطوبين أكتر من سنتين تلاتة ويخرجوا ويتكلموا كل يوم وبيحبوا بعض فعلا، وبرضه بعد الجواز يكتشفوا إنهم مش مناسبين مع إنهم كانوا فاكرين نفسهم فاهمين بعض كويس؟ إزاي ده حصل؟ الحقيقة إن المشكلة مش في الحب ولا في طول مدة الخطوبة. المشكلة إن طريقة الاختيار من الأساس غلط، وإننا بقينا فاهمين الخطوبة فهم مش حقيقي. يمكن حد يقول طب ما زمان برضو الناس كانت بتتجوز من غير ما تعرف بعض قوي، وبرضو الطلاق ما كانش منتشر زي دلوقتي. السؤال ده منطقي، بس الفرق الحقيقي مش إن زمان الناس كانت تعرف بعض أكتر، ولا إن الخطوبة كانت أطول أو أقصر. الفرق إن طريقة الاختيار نفسها كانت مختلفة. زمان العيلة كانت مشاركة، البيئة كانت معروفة، التربية والطباع الأساسية كانت باينة بدري. فحتى لو ما كانش فيه حب قبل الجواز، كان فيه صورة أوضح عن الشخص. دلوقتي العلاقات فردية، والاختيار أحياناً معزول عن الأهل، ومعتمد أكتر على المشاعر والكلام مش على الفهم الحقيقي. فطبيعي جدا إن اتنين يقعدوا سنين مخطوبين ويفتكروا إنهم فاهمين بعض، وهم في الحقيقة كانوا متعلقين مش دارسين بعض. كمان التوقعات زمان كانت أقل بكتير. الجواز كان معناه ستر واستقرار، مش سعادة دائمة ولا رومانسية مستمرة. دلوقتي الجواز بقى مطلوب منه يحقق كل حاجة: حب، دعم نفسي، تفاهم، شغف، نجاح، وسعادة طول الوقت. فأي خلل صغير بيتحس إنه فشل كبير. كمان الصبر كان أكبر، سواء غصب أو اختيار. الست كانت بتصبر أكتر، ساعات خوف، ساعات قناعة، ساعات ضغط مجتمع. وده مش دايما حاجة صح، لكنه كان بيقلل نسب الطلاق ظاهريا. دلوقتي في وعي أكبر بالحقوق، والاستعداد لتحمل الأذى أقل، فالطلاق بقى حل مطروح مش مستحيل. كمان الاعتماد الاقتصادي كان مختلف. زمان الزوجة غالبا معتمدة اقتصاديا، فالانفصال كان صعب. دلوقتي في ستات بتشتغل وعندها قدرة تعيش لوحدها، فقرار الطلاق بقى ممكن، مش سهل بس ممكن. غير إن الطلاق كان وصمة اجتماعية، فالناس كانت تكمل حتى وهي تعبانة. دلوقتي الوصمة قلت، وده شيء إيجابي في حتت كتير، بس في المقابل التحمل قل. هل ده معناه إن زمان كان أفضل؟ لأ. زمان كان في بيوت مكملة بالقهر، وفي ظلم وسكوت، وفي ناس عايشة من غير سعادة. قلة الطلاق مش دايما دليل نجاح. الفرق الحقيقي مش كانوا يعرفوا بعض ولا لأ. الفرق إن زمان الجواز كان قرار جماعي مدروس، ودلوقتي بقى قرار فردي عاطفي في أوقات كتير. وزمان التوقعات أقل، ودلوقتي التوقعات أعلى بكتير. الطلاق زاد مش لأن الناس بقت وحشة، ولا لأن زمان كانوا ملايكة، لكن لأن شكل الحياة اتغير، شكل الجواز اتغير، شكل التوقعات اتغير. والحل: جواز واعي، اختيار صح، وخطوبة معمولة لدورها الحقيقي. طب لو رجعنا للأصل، الخطوبة في الإسلام أصلاً معمولة ليه؟ في الإسلام الخطوبة مش عقد ولا التزام، هي وعد بالزواج بس. مش تجربة عاطفية نشوف هتكمل ولا لأ، ولا عشان رومانسية ونعيش قصة حب قبل الجواز. الخطوبة اتعملت عشان تفهموا بعض بجد، تشوفوا شبه بعض ولا لأ، مناسبين لبعض ولا لأ، هتعرفوا تتعايشوا مع عيوب بعض ولا لأ، قبل ما تدخلوا في الميثاق الغليظ. لكن اللي بيحصل غالبا عكس كده تماما. أغلب الخطوبات دلوقتي بتبقى كلام حلو طول الوقت، كل واحد بيظهر أحسن نسخة منه ويداري عيوبه على قد ما يقدر، وكأننا داخلين مقابلة شغل مش بنختار شريك عمر. فطبيعي جدا إن الطرفين يطلعوا من الفترة دي وهم فاكرين إنهم فهموا بعض، وهم في الحقيقة اتعلقوا مش فهموا بعض. الدين عمره ما قال إن الحب حرام ولا إن المشاعر غلط، لكن الدين قال لكل حاجة وقت، ولكل مشاعر إطار، ولكل علاقة حدود. تحب طبيعي، تتعلق مفهوم، بس تحافظ على مشاعرك لحد ما العلاقة تبقى شرعية، عشان ربنا أعلم بينا وعارف إن التعلق من غير التزام بيكسر قلوب وبيشوش قرارات. في الخطوبة لو عيب ظهر زي مثلا عصبية، تحكم، بخل، اختلاف جذري في الطباع، كتير بيعدي العيب ده ويقول عادي، المهم الحب، أكيد بعد الجواز هيتغير، هستحمل. بس بعد الجواز اللي كان محتمل بيتحول لحاجة خانقة، مش لأن الشخص وحش، لكن لأن العيب ده مش متناسب مع شخصيتك، فبالتالي مش عارف تتعايش معاه. في نقطة ناس كتير بتهرب منها:
إن كده كده شريك حياتك هيشوف عيوبك، مش النهاردة يبقى بكرة، مش في الخطوبة يبقى بعد الجواز. فالسؤال مش هيشوفها ولا لأ، السؤال هيشوفها إمتى. الأفضل يشوفها بدري وإنتوا لسه تقدروا تمشوا بهدوء، مش بعد جواز ومسؤوليات وأطفال. عشان كده لازم يبقى عندنا وعي إن مفيش إنسان من غير عيوب، لكن في عيوب تقدر تتعايش معاها وعيوب لأ، ودي بتختلف من شخص للتاني. مثلا في بنت ما تعرفش تتعامل مع شخص عصبي، وبنت تانية ممكن تستحمل عادي بس ما تعرفش تتقبل شخص بيدخن. واحد يكون هادي مش حابب البنت الفرفوشة بزيادة، واحد تاني يكون شايفها ميزة أصلا. فالموضوع موضوع توافق وعدم توافق، مش مين أحسن من مين. الخطوبة الصح مش إنك تطلع بأحسن شكل طول الوقت، لكن إنك تبقى طبيعي وتتعامل على حقيقتك عشان تشوف هل الشخص ده متقبلك زي ما انت، وهل انت متقبل شخصيته بعيوبها. نيجي بقى لأهم نقطة، التجاوزات. غير إن أي تجاوز بأي شكل حرام، هو كمان بيأذي الطرفين نفسيا. التجاوزات بتعمل عقل وبتخليك تحكم بعاطفتك مش بعقلك، وبتخلي الشخص يرضى بما لا يرضيه. وبعد الجواز تبدأ المقارنات وتحس إن في حاجة ناقصة، أو إن الواقع غير اللي كنت متخيله. كمان لما ما يبقاش في تجاوزات، لو ما حصلش نصيب، كل واحد يمشي وهو مطمن، واللي يدخل حياة الشخص بعد كده يبقى مرتاح. وقرار الانفصال يبقى أسهل لو الاختيار غلط، لأن الحدود محفوظة والمشاعر ما تمش استنزافها. وده مهم جدا خصوصا للبنت. ليه المجتمع شايف اللي بيفسخ كتير مش كويس؟ لأننا ربطنا الفشل بالعيب أو سوء النية أو قلة الأخلاق، مع إن الحقيقة أحياناً الفشل المتكرر معناه إن الشخص واعي مش بيكمل غلط ورافض يظلم نفسه أو غيره. المشكلة مش في الفسخ، المشكلة في طريقة الخطوبة نفسها. لو الخطوبة اتعملت صح واتبنت على فهم مش تعلق وتجاوز، الانفصال هيبقى حاجة طبيعية مش وصمة. جزء كبير من انتشار الارتباط سببه الخوف من الجواز، الخوف من اختيار شخص غلط، الخوف من خطوبة تتحسب على الشخص. فالناس بترتبط عشان يفهموا بعض، يبقوا على طبيعتهم، وبعدها لو مناسبين يتقدم. لو الخطوبة اتعملت صح من الأول وبقت واعية، فيها حدود، فيها صدق، وفيها فهم ديني صحيح، الارتباط هيقل والجواز هيبقى أأمن. الجواز في الإسلام سكن ومودة ورحمة، مش مغامرة عاطفية. فالخطوبة المفروض تكون قرار واعي مبني على فهم، وضوح، حدود، ومشاعر محفوظة لوقتها الصح، عشان يكمل على أساس ثابت مش وهم جميل. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير.